هنا ربع السلاح دار. انا من ضمن الناس اللي بيحفروا او مناقشه عن النحاس يعني. يعتبر ان انا واخدها وراثه. يعني كأن انا الجيل الثالث هنا. وانا عندي 5 سنين كنت في الازهر. باجي يعني حوالي 50 سنه 49 سنه خبره. بشوف اهلي، انا اتعلمت الحمد لله. بس حتى والدي يعني كان قدامي الوظيفه، بس انا حبيتها، كان شغاله. من سنه 20 احنا هنا. انا الجيل الثالث. كنت باجي من المدرسه، كنت ازهري، باجي مثلا 4 او 5 سنين. بشوف جدي، بشوف عمي، بشوف والدي بيمسك القلم البسط، قلم الكوبا، بيحبر ازاي، بيفصل ازاي. طبعا زي مثلا الرسومات المرسومه على الجوامع، اللي هي في المعابد اللي هي الفرعونيه في الحضاره. فدي يعني الصنع دي تعتبر بتنقل الحضاره المصريه القديمه. هو لازم يبقى البني ادم عنده صبر الاول، لان انت بترسم. هو الرسام او هو الفنان عنده قوه ملاحظه وعنده صبر. اللي هيرسم تفصيله عربي ضيقه، او يرسم المناظر الفرعونيه، او يرسم اي شعار، ما لازم يبقى عنده قوه ملاحظه وصبر. واللي حببنا في الصنعه دي مثلا كنت بشوف جدي بيعمل 6 انواع او 7 انواع من الخطوط: الفرسي والديواني والثلث والرقعه والنسخ والحاجات. الاجيال اللي طالعه مش عارفه انواع ولا عارفه اي انواع من الخطوط. يعني انت لو شفت الحاجات اللي ورايا دي دي الحاجات دي، انا نظامي نظام قديم يعني من الاصلي. انا بقلد القديم، او بلاقي قديم تحفه قديمه بشتريها واتعلم منها. 90% اجنبي. ايا كان، حتى لو عربي يعتبر بالنسبه لي اجنبي، لان ده المنتج يعتبر كماليات. هيتعلق على الحيطه، مش ضروريات كل يوم بيستعملها. دي تحفه او مبخره مثلا، وهكذا ديكور. اباجوره، فانوس او فينيار. المنتج السياحي يبدا من التيكت، ويبدا من اللي هو التيكت اللي هو التذكره، ويبدا بالتاشيره والسفاره بتاعت اللي بره. السفاره هيجي او عشان يجي لازم هيجي على السفاره. طب ما اعمل له انا ستيكر، اعمل له كتب، اعمل له كتاب، اعمل له سي دي، واقول له الاماكن اللي بتشتهر بيها مصر والمنتجات يبقى هو يجي يدور عليا ويدور على غيري، يبقى كده يزدهر المنتج. في زمان بتدور عليا بس قلت. ايش فردة السفاره؟ مش في ملحق ثقافي، ملحق تجاري. حتى لو ما فيش، وهو لو في مكتب صغير يحط ستيكر عليه الهرم، يديله ورقه فيها ورقه كده كتيب